وزي ما شفت في العنوان، مواجهة بوندا اليمني نسخة الايباد مع اسلام مصطفى لاعب موبايل. فكرة فيديو النهاردة هي كام لقطة مستودع لبوندا اليمني وكام لقطة مستودع لاسلام، وعايزين نشوف مين فيهم الافضل. بس في كام نقطة كده لازم نكون واخدين بالنا منها. بوندا اليمني بيلعب ايباد 90 فريم، اسلام مصطفى لاعب ايباد لكن بيلعب الفترة دي موبايل و40 فريم. ويلا بينا نبدأ ببوند اليمني. طبعا ده كان اول جيم يلعبه بالايباد. لما شفت الفيديو ما صدقتش السرعة دي والتحكم، ان ده اول مرة يلعب ايباد، يعني حاجة اصلا ما تدخلش العقل. انت متخيل السرعة، سرعة الحركة مع سرعة البيك مع تحكم الاعدادات. يعني الواحد اصلا بياخد فترة لو غير اعداداته، يعني مثلا بيلعب 4 اصابع مثلا وغير اعداداته ل5، بياخد فترة عقبال ما يتعود عليها. ما بالك ده بيلعب ايباد واول مرة يلعب وبيلعب بالطريقة دي، حرفيا كمية رعب. يعني انت استنى بس على بوند شهر كمان واتفرج هيكون عامل ازاي بالايباد. وده مش كلامي انا، ده الفيديو اللي انا شايفه قدامي والسرعة هي اللي بتقول كده. بس برجع تاني واقول لك ان بوندا اليمني بيلعب ايباد. يعني انا عارف ان هو اول فيديو ليه او اول جيم ليه بالايباد، بس هو بيلعب ايباد و90 فريم. لكن اسلام كان بيلعب ايباد وحول تليفون بسبب ان الايباد ما بقاش يشتغل، وبيلعب موبايل 40 فريم. يعني دي حاجة تيجي في صفه. انت اكيد عارف الفريمات بتفرق ازاي، وان لاعب ايباد يحول لموبايل فدي حاجة مش سهلة. بس خلينا هنا مع بوند. حرفيا السرعة والتحكم، يقولوا ان بوندا اليمني كان بيتدرب على الايباد من فترة، ده رأيي. لكن مش عارف انت بقى رأيك هيكون ازاي. واحلى من في الموضوع بقى ان الخصم بتاعه قوي. اتفرج هنا السرعة، طلع ضرب ونزل. دي عايزة تدريب لوحديها اصلا. يعني دي كده محتاجة ان الواحد يتدرب عليها لوحديها، وياخد وقت عقبال ما يتدرب عليها ويتقنها بالطريقة دي. معاه هو من غير تدريب من غير اي حاجة بيعملها بسهولة. طب ازاي يقنعني؟ بس عاش قوي والله. يعني انا شايف مستواه بالايباد ناقص بس يقوي الايم. يعني لو قوى الايم خلاص على كده بقى لاعب مؤذي، ممكن ينافس رايدنج كمان بالايباد. ده رأيي. الواد اختفى. الواد ابو الاي كيم ده بيلعب. يعني شفت ليه كام كل كده مع بوند. الواد بيلعب. لا حرفيا الخصم بتاع بوند بيلعب. هو تحركاته جامده بس ناقص بس يقوي الايم بتاعه. يعني حرفيا لو قوى الايم بتاعه تهيألي كده هينافس لاعبين كبار زي رايدن واحمد جيمنج بالعربي، هينافس ناس كتير بالايباد. طبعا كلنا عارفين مستوى بوند اليمني بالمحاكاة عامل ازاي، انا مش محتاج اتكلم. يعني طب ازاي تقنعني ان البيكات والتحكم دي ان ده لاعب اول مره يلعب على ايباد؟ يعني طب ازاي يعني دي تدخل العقل ازاي؟ انا مش فاهم. يعني اتفرج يعني ازاي بقى؟ والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. بس انا مش مصدق ان ده اول جيم لبوندا اليمن على ايباد بصراحه. وعايز اسمع رايك في التعليقات برضه. انت شايفين السرعه، شايفين التحكم؟ انا مش عارف اقول على الفيديو لان انا مستغرب اصلا. يعني انا مش مصدق اللي انا شايفه. يعني ازاي ده لاعب اول مره يلعب بالايباد ويلعب بالمستوى ده؟ يعني وكمان ما كانش موبايل. انت عارف لو هو موبايل وحول ايباد ممكن اقول لك تمام، زي فلير جارنا او يسري المظلوم او كده تمام. لكن ده لاعب محاكي، يعني ماوس وكيبورد ملهاش علاقه اصلا بالايباد والموبايل. يعني ده كده وده كده. ازاي بقى تقنعني ازاي ان ده اول جيم؟ يعني مش عارف والله. اتفرج. حرفيا كمية رعب. ندخل بقى على اسلام مصطفى لاعب الموبايل. عايز اقول لك ان هو بيلعب 40 فريم. هو طبعا بس انا هنتكلم كانه ايه لاعب تاني. بيلعب 40 فريم. كان بيلعب ايباد 6 اصابع تمام 20 فريم. بس طبعا الايباد تعب جدا وما بقاش يشتغل اصلا 5 فريم، فنقل تليفون 40 فريم. والفترة الجاية بإذن الله هيكون ايباد 60 فريم بإذن الله. يعني أنا عارف إن بوندا اليمن هيتفوق
لان هو بيلعب اصلا 90 فريم. يعني انت متخيل 90 فريم وايباد؟ عايز اسمع رايك في التعليقات على لعب الاثنين. يعني عايزك تقيم ده مثلا من 10 وده من 10 وتقول لي مين هو الافضل. يعني هو اكيد بوندا يعني، بس عايز اسمع منك برضه. وانا شايف هنا ان هو لاعب غشيم ومهايبر في نفس الوقت. يعني اكيد انت فاهمني. يعني انا بحب الحركه السريعه قوي. يعني اكيد هتلاقي حركتي سريعه. يعني انا بعشق الحركه السريعه. لو لقيت لاعب بيمشي ويضرب بقلب على الفيديو على طول. فاكيد هتلاقي الحركه بتاعتي سريعه. بس ان لاعب يحول من ايباد لموبايل حاجه صعبه بصراحه. عارف لما من موبايل، وقلتها من موبايل لايباد حاجه سهله وجدا كمان، لكن من ايباد لموبايل حاجه صعبه. طبعا انا بلعب 5 اصابع على البتاع ده على الموبايل. كنت بلعب 6 اصابع على الايباد. مش عايز اقول لك كميه اللاج اللي كانت مقابلاني وانا بلعب. يعني التليفون اصلا بيشغل بابجي اصلا من غير تصوير وبيلاج. تخيل بقى ان انا بصور اصلا وهو بيلاج لوحده. يعني اللقطه اللي فاتت دي انت اكيد شفت اللاج. انتوا متخيلين الحركه؟ انا شايف ان حركتي سريعه جدا. ويعني مش عارف انت شايف ايه، بس انا شايف ان الحركه بتاعتي سريعه. وبوندا اليمني حركته سريعه. فانا عايزك تحكم بس وتبقى عارف ان بوندا اليمني ايباد 90 فريم، اسلام موبايل 40 فريم. وانا بلعب اصلا كان في لاج جامد والله. يعني انا مش عارف انت ملاحظ اللاج ده ولا لا، بس عايز اقول لك وانا بلعب كان في لاج جامد. باذن الله الفتره الجايه هيكون ايباد 60 فريم باذن الله. اكيد انت عايز تشوف لعبه بالايباد. باذن الله هحاول ان انا اجيب ايباد صاحبي واوريك لعبه بالايباد عامل ازاي. هو ليا فتره كبيره ما بلعبش ايباد، بس بمجرد ما انزل جيم ولا 2 اكيد هرجع زي الاول واحسن. خصم بوندا اليمني كان قوي. شايف ان الخصم هنا يعني في قوي وفي مش قد كده بصراحه تتقال يعني. نايس. طب ازاي ده الواد ده ما ماتش اصلا؟ حرفيا الايم كله فيه. عاش. بشجع نفسي بقى. لا انا شايف ان الحركه سريعه جدا بصراحه. والعيال بتلعب. عاش. نايس. هو في حاجات ناقصه كتير، بس عشان انا لاعب موبايل انا اصلا مش متعود على الموبايل. يعني اللعب اللي انت شايفه ده شهر واحد على الموبايل. موبايل كحيان اصلا. مش عايز اقول لك ان هو يعني هو المفروض ان هو 40 فريم، لكن هو ما بيشتغلش 40 فريم اصلا. انت اللي شايفه ده 30 فريم 25 فريم يعتبر. عاش. طب سيب. عاش. بحب السرعه قوي، سواء انا او بتفرج على نفسي مثلا او كده، وده اول فيديو اصوره اصلا. بس بقول لك يعني ان انا بحب السرعه جدا، بحب اللعب السريع. انا بقول كفايه ولا ايه؟ هو الجيم خلص اصلا. طيب ده كان اسلام وده كان بوندا اليمني. عايز اسمع رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك وبس كده. بيس يا مان.